السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيفاش ديروا الخميره بلديه. الخميره البلديه غنحتاجوا ليها شويه دقيق، دقيق القمح، دقيق الفارس، المهم اللي كان عندكم، اولا تخلطوهم بزوج ماشي مشكل. غنحتاجوا شويه اللبن وغنحتاجوا الماء دافي. غنديروا سميتو الدقيق ونخويو عليه اللبن اللي عندنا، غنحركوه وغنزيدوا الماء دافي. وبالنسبه لهاد الخميره بلديه راه غتخليوها يومين حتى ل3 ايام، غير يومين تقريبا كتلقاوها صافي طلعت فيها الخميره. هاد لي باكتيريا اللي كتكون في اللبن كتخمرها دغيا. ومن بعد غديروها بقرعه الزاج من الاحسن. بحال هكذا صافي وغتسدوا عليها. الخميره البلديه ديالنا بعد ما وجدات كي كتشوفوا راه خليتها يومين، وملي وجدات دابا ان شاء الله غنخدم بها وغنوريكم كيفاش غتخدموا بها في هذا، كيفاش تعجنوا بها. ونتمنى انكم تستعملوها لانها في الصراحه راه صحيه ومزيانه. وهذا الفيديو كنقدمه للسيده بهيجه والاخوات اللي طلبوها مني. هانتوما بعد ما كتحطوا الدقيق ديالكم لهذا، هاد الدقيق راه ما فيه لا ملحه لا خميره، لان الملحه والخميره كتفسد هذه الخميره بلديه. دابا انا غنديرها، هانتوما كي كتشوفوا هاد الخميره بلديه الا كنتو بغيتو تعاودوا تعوضوها كتخليو شويه، كي كتشوفوا كتخليو شويه في القاع تاع القرعه. وهاد القرعه تغسل بحال دابا من 3 ايام ولا هذا، تغسل وتعاود دار فيها الخميره من جديد. المهم انا كنخلي فيها وكنهز من الدقيق اللي عندي فسميتو اللي غنعجن تقريبا 3 معالق ولا 4. وكي قلت لكم راه ما يكون فيه لا خميره ولا الخميره الاخرى يعني ديال العجينه اولا الملحه، ما تكونش فيه. الا كانت فيه راه ما غتديرش. ها انتم كي كتشوفوا بعد ما هزيت الدقيق باقي داير. دابا غنخلطها في نفس القرعه ونخليها حتى الغدا ان شاء الله. فاش نبغي نعجن عاد غنستعملها باذن الله. وهاد الخميره اللي وجدنا اليوم راه خليتها تقريبا يومين. اما بالنسبه للعجينه ديالكم راه دابا ممكن ديروا الخميره والملحه ديالكم وتعجنوا عادي. دابا هذه هي الخميره ديالكم، ديما غتلقاوها موجوده وديما سميتو، وديروا نفس الطريقه باش ما تخسرش ليكم. فرضا كنتم مسافرين ولا شي حاجه دخلوها للثلاجه، الوقت اللي تجيو عاد جبدوها. ممكن كاع ما تستعملوهاش ولكن تخليو منها واحد شويه في القاع وتعاودوا ديروا عليه الدقيق وتعاودوا ديروها من جديد وتعاودوا تخدموا بها، يعني عمرها ما تقطع من عندكم من الدار. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا ونتمنى انكم تجربوها. شكرا.